حبيباتي، جسبر تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل لاباس وبصحة جيدة يا رب. انا هنا ديما نقول لكم مرحبا بكم في قناتي المتواضعة. واذا كنت اول مرة تشوفي هذه القناة، ما عليكي غير ديري جام وابوني وتفعلي الجرس باه يلحقك كل جديد تاع القناة. وهنا حبيباتي ما تنسوش تنضموا للعائلة تاعنا في الانستغرام. التم راني توجور اكتيف ماشي كيف القناة، مرة على مرة نطل عليكم. التم راني نحط يومياتي كامل بأدق التفاصيل. دوك نخلي لكم الصورة مصغرة هنا، ونخلي لكم رابط الانستغرام في صندوق الوصف. وهنا حبيباتي اليوم جيتكم بلا نوفيل فيديو، راح ندير معاكم ميناج خفيف، يعني كيفاه نفوت نهاري تاع كل يوم بالتفصيل الممل. هنا كما شفتوا في البداية تاع الفيديو، اول ما نضت رحت وجدت الفطور تاعي، يعني واش كاين متوفر الشي الموجود كل نهار وكيفاه نفطر. انا من نوع اللي ما نشربش الحليب بالنفحات غير في ايامات الشتاء هذاك القاوي وايامات البرد. ومن بعد ما كملت الفطور رحت حطيت القش في الماشينه. درت القش الابيض وحده والقش الملون وحده، يعني كاين القش الملون دي فوا يفسخ على القش الابيض، انا عزلتهم واستعملت لومو بينغو وهذاك السائل نسيت اسمه كيفاه داير. بعد ما كملت من القش رحت نغسل في لافابو، قلت خلي نحيه من الطريق. كنت درت شويه تاع جافيل وشويه تاع ايزيس وغسلته. وهنا بعد ما كملت الفطور ما كنتش غسلت لماعن، كنت حطيتهم في جهة ورحت نفرز في حوايج ضرورية، لانه ما صورتش كلش مي بالتحديد تقدروا تقولوا هذه على جورني تاعي كامل. كنت غسلت هذيك السطحة اللي نحط فيها السلة تاع لماعن، لانه السلة تقطر وتخلي لي هذيك البقع. جيت هنا نغسل فيها، راني قاعده نحك فيها بلاجيكس ودرت لها هذاك البرودوي فورس اكسبريس. وراني من النوع اللي ما نستعملش القفازات، الله غالب ما نحملهمش وما تحلاليش الخدمه بلا بيهم. هذا الروتين تاع كل يوم، يعني هذا في البيوت الجزائريه كامل نوض الصباح نغسلوا وجهنا، بالنسبه لي ما يخدموش اللي قاعدين في الدار نغسلوا وجهنا ونشربوا الحليب تاعنا ونروحوا نبداو في الشغل تاع الدار كل يوم وكيفاه. نهار نمسحوا الغبرة، نهار نسيقوا، نهار نغسلوا القش، كل نهار ونهارو. هنا بعد ما كملت لماعن رحت لا شومبر باه نفرز في هذوك لي برودوي كوسميتيك. هنا حبيباتي هذه اول نصيحة ننصحكم بها العرايس اللي راكم قاعدين تجهزوا، ما تكثروش من حوايج تاع كوسميتيك. اديو قيسكم نتوما برك تاع شهر ونص ولا تاع شهرين، لانه راح تبيريماو ليكم خساره وانتم ماكمش راح تستعملوهم. هنا بعد ما مسحت الكوافاز بهذاك لو برودوي تاع الزجاج وتاع الغبره متعدد الاستعمالات، يخلي واحد الريحه مليحه. وهنا جيت نرتب في لي بارفا تاعي، حطيت لي بارفان الفوق ولي شامبو ولا بغي شامبو ولي جيل دوش حطيتهم من تحت. هاي لكم يعني كيفاه فرزتهم، فرزة بسيطة وخفيفة لأنهم كانوا داخلين بعضهم. كي نحوس على شامبو ولا جيل دوش لازم نهبطها كامل. وهنا جيت نهز في الطابي تاع الكروار باه نسيق، حاشاكم نمسح الغبرة تاع الأرض وباه من بعد نلوح الماء. هنا جيت لا شامبر تاعي استعملت هذا جل تاع دالدو سول تاع بريلكس تاع سيترون، ريحته تقعد تهبل، يعني حتى بعد ما تسيقي تقعد هذيك الريحه المليحه. كنت نستعمل امير. ومن بعد كي رحت للسوبيرات لقيت بريلكس، قلت وعلاه ما نجربوش. جيت راح نجربو، انا عجبني صراحه ونصحتني بيه واحد المتتبعه في الانستغرام، قلت لي راه هو مليح خاصه تاع سيترون. هذا النهار ما كانش حاجه ما غسلتهاش، كنت
قفضت هذوك لي طابي تاع لا شومبر مادام العين كاينه، غسلتهم ودرت وحيدين جدد دوكا تشوفوهم في هذا الفيديو. وهنا حبيباتي كاينه واحد المتتبعه قالت لي كيفاه نكون قويه ونواجه مصاعب الحياه. انا هنا حبيبتي دوك نجاوبك، واللي عندها راي ولا تعليق تخليه لها في لي كومونتير. راح تقرا التعليقات تاعكم كامل. هنا لازم تكوني انتي وتواجهي صعوبات الحياة وطموحاتك واحلامك واهدافك، لازم تقومي وتحققيها كل. لازم تتغلبي على الخوف، لانه الخوف راهو فينا وموجود فينا كامل. هذا الخوف راح يكون داخلك، وما تخليش التفكير السلبي يسيطر عليك. المرأة قوة وما هيش ضعف. لازم تنوضي بنفسك وتستمتعي بالحياة، وخلي المجتمع لأنه هو ما هوش راح ينفعك بحتى حاجة. وما تهتميش برأي تاع الآخرين، هذه اللي ركزوا لي عليها، لأنه احنا ولينا نمشيو بالرأي تاع الآخرين. هذيك الحاجة نشريها لأنه راح تعجب فلانة، هذه لازم نحوها من الطريق. خلي نفسك قدوة للجميع، وروحي اجري وراء أهدافك إلى أن تحققيها. وما تخافيش، لازم تديري ثقة بأنه ربي سبحانه معانا وما هوش راح يخلينا في حتى حاجة. لازم تكوني أنثى تتنفس الحرية والنقاء والأحلام. اجعلي تقديرك واحترامك لذاتك أنت أولا، لأنه كي ما تقيميش روحك وما تقدريش روحك وما تحترميش روحك، واحد ما راح يحترمك ويقدرك حتى واحد. وهنا كي تكون الشروط هذو كامل متوفرين فيك، ابداي خطوتك الأولى وانتي رافعة راسك، وتفكري أنه لكل بدايات كانت بتردد، ولا كان الأفضلية لنهاية. وهنا حبيباتي كما شفتوا بعد ما قفلت الطواقي وفرزت لا شامبر ودرت لها كلش جديد، كنت استعملت هذاك معطر تاع الأفرشة ولا تاع الستائر ما عندك ويندو بيشة. انا راني ما نقدرش نستغنى عليه، وراه يدير لا ليفريزون ل58 ولايه. دوك نخلي لكم رابط الانستغرام تاعها في صندوق الوصف، تواصلوا معاها وهي دوك تتهلا فيكم. وهنا كاينه واحد المتتبعه قالت لي ديري لنا جوله في الغرفه تاعك. انا حبيبتي راني لبيت الطلب تاعك وما رجعتكش. هذه هي لا شومبر تاعي البسيطه. الجهه تاع اليسار مع الدخله تاع الباب تلقاو الكوافوز، والجهه تاع اليمين تلقاو هذوك الصنادق الغوز، ومن هنا الخزانه. وعجنب الخزانه محطيه هذيك الزاوره وهذوك زوج مخاد اللي نرقدوا عليهم كل يوم. وهذه لاكوات كانت شرتها لي خالتي، نقولها ربي يحفظك وربي يحفظ لك اولادك. كانت شرتها لي من عند مفروشات الزيتونة، الحانوت راهو معروف ويدير التوصيل ل 58 ولاية ايضا. وفي النص مدايره هذوك الزوج الكراسة مع لاطابل تاعهم، ومفرشه ليهم الزربية تاعهم. السعر لا شومبر 22 مليون. اللي سقساوني قالوا لي بشحال شريتيها، مع المطرح تاعها ومع الكرسي بكلش سقامت 22 مليون. كاينين وحيد راح يبان لهم السعر تاعها غاليه، مي غاليه ماهيش فندامه. ماما الكوافوز اللي جايين حدا السرير تقدروا ديروهم وحدهم، ما همش لاصقين مع السرير، يعني تستعملوهم وحدهم. مي احنا لصقناهم في السرير وعطات ديكور مليح. وهنا حبيباتي نخليكم مع مقطع موسيقي وتشوفوا لا شومبر براحتكم.
وهنا حبيباتي راح نشارك معاكم لاغوسات تاع الغرايف، وفي بعض المناطق يقولوا لها بغرير. هذه الغرايف سريعة التحضير. وش نحتاجو؟ هذه الوصفة سريعة التحضير، يعني 5 دقائق وانتي موجدتيها باه تشربي بها الحليب. انا كنت درتها مع العصر. نجيبو غيسيبيون نلوحو فيها 2 كيسان دقيق عادي، نص كاس فرينة، 3 كيسان ماء، وملعقة صغيرة تاع ملح، وملعقة صغيرة سكر، وملعقة كبيرة خميرة الخبز، وكيس خميرة الحلويات، وبيضة كاملة. نخلطوهم كامل بالميكسور ونخلوها تريح مدة 10 دقائق. هنا بعد ما ريحت كنت حطيت المقلة تاعي هذه الخاصة بالغرايف والكراب، حطيتها تسخن وبديت نخدم بالحبة. هنا حبيباتي اذا شكلت لكم هذيك العيون الصغيرة اعرفوا بلي الوصفة تاعكم راهي ناجحة 100%، وما هيش راح تجيكم عجينة. انا نحبها من تحت تجيني حمراء. وهنا معليا نقول لكم حبيباتي شهيتكم في الجنة ان شاء الله. وهنا نخليكم على خير ونتلاقاو في فيديو جديد.